هاد الطفل كيخرب النوع ديال هاد الايس كريم هذا بسبب انه ملي فتح وحده فيهم لقى فيها شي حاجه اللي خلاتو يدير هاد التصرف، وما غتصوروش شنو لقى فيها. بالتالي يلا قبل ما نبداو الفيديو ديالنا كلشي كليكي جادو هنا، وما تنساش تابونا الا كنتي جديد. ليتس جو. هاد الولد هذا مشى للسوبر ماركت واي ايس كريم بان ليه هو الا كيدمرو. المشكل انه متعود على ايس كريم واحد فقط. بعد ما غادي يجيو السيكوريتي وبعد ما غادي يشدوه غادي يقول لهم بلي هاد الايس كريم هذا غادي يقتلكم. بعد ما غادي يمشي للدار غادي يلقى داك الايس كريم عمر لهم الثلاجه ديالو في اي بلاصه مشى والا كيبان ليه. واول ما شافوا الاب ديالو والا غادي يعاقبوا بشكل اللي هو كبير، وغادي يقول لي اخر مره دير شي تصرف اللي ماشي هو هذاك، حيت وصلاتو الاخبار داكشي دار في السوبر ماركت. غادي يقول ليه سير تنعس. لا غد لي غادي يمشي عند خوه الكبير وغادي يلقى حتى هو كذلك الثلاجه ديالو فيها داك الايس كريم. المشكل غادي يوقع انه غادي يبغي يمنع خوه باش ما ياكلوش داك الايس كريم، لكن ما عرفش كيفاش غادي يدير معاه. اخر حاجه غادي يفكر يدير انه غادي يضرب الايس كريم من يديه، وغادي يرجع مجددا للسوبر ماركت وغادي يعاود يدمر كاع الايس كريمات اللي كاينين تما. وغادي نهضر لكم على الشركه انها كتصطنع دوك الايس كريمات من واحد البلاصه ولا من شركه كاينه في امريكا، وهاد الشركه هذه دايره بزاف ديال الاشارات الى درجه انهم مشاهير كبار والا خدامين معاهم. هذاك الشيء باش هاد الايس كريم كاين في كل بلاصه، يعني اي واحد عزيز عليه شي ارتيست والا شافو دار ديك البيبليسيتي تا هو خصو ياكلو. واخر حاجه غيديروا والدي انهم غادي يعطيوه ياكل ديك الايس كريم بزز منه، وما غتصوروش اشنو غادي يدير. بالتالي بعد ما بزو عليه والديه باش ياخذ الايس كريم وياكلها، غادي يطلع لاشومبر ديالو وغادي يمشي للطواليت، غادي يلوحها كامله وغادي يعمر بلاصتها الصابون ديال الحسانه. المشكل انه ملي غادي يخويها في الطواليت وبقات كتحرك بحال راه هي حيه، بعد ما غيدير بلاصه الصابون ديال الحلاقه غادي يهبط عند والديه وكيبين لهم بلي راه جالس كياكل فيها، ومن بعد غادي يمشي للطواليت وغادي يتبوع كاع داكشي اللي هو كلاه. على ما كيقول الطفل ان المشكل ديال هذا الايس كريم غادي يدمر العالم كامل، وهو الوحيد اللي عارف شنو هو هذا المشكل اللي في داك الايس كريم. اول حاجه ان هذا الايس كريم غيخلي اي واحد والا يتبلى به. ثاني حاجه ان هذا الايس كريم ملي كتخويه في الطواليت والا كيبدا يتحرك بحال حي. بعد ما غادي يعرف القضيه باللي حامضه، هذا الوالد غادي يشد واحد الطياره وغادي يمشي يركب فيها. المشكل اللي غادي يواجهه ان الايس كريم غتبع ليه في ديك الطياره. من بعد الطفل انفا غيشوف داك المنظر غيمشي كيجري باش يخرج من الطياره وغادي يتخبى في هذه البلاصه اللي كتشوفوا فيها، وغادي يجي واحد الشخص غادي يسد عليه. بعد ما غادي يمشي للشركه غادي يعرف شنو هي القصه ديال هذا الايس كريم. كيف ما قلت لكم غيشوف الايس كريم باللي كيتحرك، مع العلم ان هاد الشركه كتصايب هاد الايس كريم وعارفين بلي عنده واحد الضرر كبير تجاه الناس. من بعد داك الطفل غادي ياخذ واحد الشاحنه وغادي يقوم بتدمير المصنع باكمله. من بعد غادي يرجع يتخبى في ديك البلاصه. غادي يوقع عليه مشكل خايب بزاف، ان داك الايس كريم بغى يخنقو حتى غادي يموت، ولكن غادي يقرر انه يخرج من ديك الشاحنه. لكن المشكل الاكبر ان داك الايس كريم اي واحد قرب ليه والا كيسيطر عليه، والعسكر ما غاديش يسيطر عليه الايس كريم، لذلك غادي يفجروا داك المصنع. واخر جوته غادي تبقى من داك الايس كريم انه غادي يبغي يولد مره اخرى ايس كريمات اخرين باش يدمروه، لكن هنا غادي يتدخل واحد الشخص اللي غادي ينهي اخر قطعه في الايس كريم.